قصة النهاردة قصة من العيار التقيل. اللي حصل في عزبة عفيفي محافظة الدقهلية ما كانش فرح، كان بداية لكابوس لحد النهاردة الناس بتتكلم عنه. كان المفروض يكون يوم سعيد. العريس اسمه وهبة سامي، شاب عنده 17 سنة، كان باين عليه الفرحة وتوتر في نفس الوقت، بس قال عادي، الكلام ده بيحصل لأي حد. حوالين الناس بترقص وكل حاجة ماشية تمام زي أي فرح شعبي. بس اللي حصل بعد ساعة ده اللي مكانش حد متوقعه. دخلت ست لابسة أسود وشها مش باين، شايلة صينية فيها كوباية تمر هندي. ناس استغربت، فرح وتمر هندي؟ بس خدوا الموضوع هزار. الست قالت دي بركة ووزعت العصير. 17 واحد شربوا العصير، منهم العريس والعروسة وأم وأخته وكم واحد من قرايب. بعد ربع ساعة الدنيا اتقلبت جحيم. العريس وقع على الأرض يتقيأ وعيونه اتقلب، العروسة جسمها اتخشب وقتها وقعت على الكوشة. واحدة من البنات صوتها اتغير، واحدة تانية كانت بتعيط وبتقول ودوني المقابر. العريس مسك العروسة من شعرها، شدها وقطع فستانها وهي ساكتة تماما. اللي حاولوا يبعدوه حسوا كأنهم بيشدوا جبل مش واحد عادي. واحدة من البنات فضلت تشد بشعرها لحد ما جابت دم، واختها هجمت على بنت عمها فضلت تضربها لحد ما وقعت وصوتها بقى غليظ ومخيف. واحد من المعازيم لاحظ ان الست اللي وزعت العصير كانت بتدي العروسة 50 جنيه، بس لما ركزوا على الست دي عرفوا ان الست دي واحدة مشهورة في البلد بالأعمال والتعامل مع الجن. بعد اللي حصل خدوا العروسة لبيت أهلها، بس فضلت زي ما هي، لا بتتكلم ولا بتتحرك. العريس كان بيصرخ بكلام غريب مش صوته وبيزعق. جابوا شيخ من القرية قرأ قرآن لحد ما تاني يوم بدأ يهلوس وبيقول إن بقى يشوف عيون بتراقبه من الحيطة. واحدة من البنات شربت العصير حاولت تنتحر وتقول إن في صوت بيجيلها كل يوم وبيقول لها وقتك قرب. الناس بدأت تراقب بيت الست، شافوا راجل داخل عليها وشايل ديوك بيقول إنه معزوم على العشاء عندها. الشباب ما سكتوش، ولعوا في بيتها وفي عربية جوزها ومساعدها. الشرطة جت وقبضت على الست وجوزها، وفي التحقيق قالت كلام ما كانش متوقع تماما. قالت إنها عملت سحر انتقام مخصوص لعيلة، دمت قطة سودة بإيديها وخلطت الدم بالتراب من عتبة بيت العريس والعروسة، وقالت التراب بيربط الأرض بالدم علشان السحر يشتغل. دفنت الخلطة في كيس بلاستيك جنب شجرة مهجورة جوه المقابر، وقالت إن اللي ضرب العروسة مش العريس، ده القرين بتاعه، واللي شربوا العصير اتحبس في مخادم ومفيش حاجة تفك السحر غير لما كل واحد فيهم يوفي النذر. لو كنت مكانهم كنت ممكن تعمل ايه؟ هتصدق ان ده سحر ولا هتدور على تفسير تاني؟ وكده تبقى قصة النهاردة خلصت، واستنونا ان شاء الله يوم الخميس بقصة جديدة من قصص الراوي. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل فيديو جديد. احبكم جميعا، سلام.